الأخطاء الطبية أو الأخطاء والمشاكل اللي أنا شخصيا بشوفها تعامل الناس مع الأدوية وتعاملهم في الجرعات الغلط والاستخدامات الغلط. يعني في وجهة نظري مفيش غير ربنا اللي يسترها مع الناس في الموضوع ده، لأن أنا بشوف غلطات وكوارث بتحصل وسبحان الله يعني ممكن ما تعديش في أي دولة تانية، ولكن بتعدي هنا في مصر بستر ربنا. يعني في الفيديو ده ويمكن في فيديوهات تانية جاية عايز أتكلم معاكم عن أشهر الأخطاء الطبية اللي بنقع فيها هنا، سواء استخدامنا للأدوية، سواء عدم استخدامنا للأدوية، بيخلينا إن ده ممكن على المستوى مش هنقول البعيد، لا ممكن القصير كمان يأثر علينا بشكل كبير جدا. وكمان يمكن أنا هقول حاجات يمكن أنت ما تعرفهاش وشايفها مسلمات وشايفها عادي جدا وناس كتير بتعملها قدامك، بس الحاجات دي يا ريت تاخد بالك منها. لو الفيديو ده وقع قدامك وشفته واستفدت منه بمعلومة، يا ريت تشيره في أي مكان تعرفه، عشان خاطر ممكن معلومة من دول يكون حد مستني إن هو يعرفها أو ما يكونش طبعا يعرف عنها حاجة، وتكون هي أو الفيديو ده السبب إن هو يعرفه قبل ما يحصل أي مشكلة. واحد من أكبر الأخطاء اللي بتقابلني في الصيدلية من فترة كبيرة جدا هي تركيبة زيادة الوزن العجيبة جدا، اللي هي عبارة عن ترياكتين وديكسازون أو ترياكتين ودلتازون، واللي بتستخدمها للأسف بنات شباب صغيرين من سن 15 و16 و17 سنة علشان يزودوا وزنهم. وللأسف أنا في ناس بنصحهم شخصيا بنفسي وفي الصيدلية وبعرفهم إن ده غلط وإن دي حاجة زي الأدوية دي، خصوصا الديكسازون. الترياكتين ماشي مفيش مشكلة، أنا اتكلمت قبل كده عن طريقة استخدامه لفتح الشهية وقلنا إن هو أصلا دواء حساسية بس ليه أثر جانبي بيفتح الشهية، فممكن نستخدمه. قلت أول أسبوع حباية بالليل مفيش مشكلة، وبعد كده حباية الصبح وحباية بالليل لمدة شهر وخلاص على كده. بس الحكاية أو المصيبة إنك بتلاقي مرتين في اليوم شهر 2 3 ومش بس كده، مش لحد الترياكتين. المصيبة الأكبر في الديكسازون أو الدلتازون اللي هو عبارة عن كورتيزون. الكورتيزون اللي كل الناس بتخاف منه، وأول ما تيجي تدي حد دواء يقول لك لا عليك اوعى تكون مديني كورتيزون، لا عليك يعني إلا الكورتيزون، وهو أو هي تروح للكورتيزون بنفسها تاخده ويعبي لها جسمها ميه، يعمل لها هشاشه في العظام، هيأثر على السكر، هيأثر على الضغط، هيعمل مصايب سوداء، مفيش فايده يا جماعه. وانا شفت يعني والله ناس نصحتهم، وطبعا يعني اعتقد منهم ان انا مش عارف يعني انا بمنع عنهم خير يعني، لا طبعا، بس انا بمنع عنهم شر والله، بس ما حدش بيصدق يعني. بس واجب علينا ان احنا نقول، وان احنا نقول للناس طب بلاش يا عم تسمع مني، روح يا عم اقرا عنه، شوف بيعمل ايه، شوف تجارب الناس اللي ياما قلنا لهم ونصحناهم انا وزمايلي الصيادله ومفيش فايده برضه. بس مفيش فايده، بس برضه هنفضل نقول وهنفضل نوعي. تركيبه زياده الوزن غلط جدا، الترياكتين والديكسازون من اكبر الاخطاء الشائعه في الصيدليات اللي لازم ننبه عنها ولازم تمتنع عنها ولازم تنصح الناس كلها ان هي توقفها، خصوصا البنات الصغيره اللي مش عارفه حاجه. في حاجات كتير في بروتين في الصيدليه، جروس فورمولا، في ايجي جروس، في حاجات كتير جدا وفواتح شهيه تساعدك بطريقه امنه وبنظام غذائي كويس، وهتوصل للوزن اللي انت عايزاه. الا طبعا لو في مشاكل عضويه، دي طبعا بتبان مع دكاتره التغذيه، والمسار الصحيح هو اللي هيوديك للنتيجه الصحيحه.